بال 2017 بالجامعة كانوا يعرفون انه انا شاعر، فانا بالحديقة قاعد واجا ولد قاعد بصفي قال انت شاعر مو؟ قلت له اي، بس الولد يعني تعبان، شكله كلش تعبان مبين، فقال لي تقدر تعبر عن شعور القصيدة؟ قلت له ليش ايش بيه؟ قال انا تعبان هواي وحتى باحلامي ما ارتاح، يعني حتى الاحلام اللي اتحلمها تعبان بي. قلت له شنو صاير بيك؟ وهو يحكي وياي يفتح لحد الان اتذكر كل التفاصيل، يفتح بالردن مال القميص مالته ويرفع بيها، هو يحكي وياي وصل القميص لهنا، فباوعت اكو اثر سنون بيدي هنا. فاستغربت قلت له شنو هاي؟ قال انا بالليل هيك اسوي نفسي. قلت له شنو صاير وياك؟ قال انا تعبان اكثر ما اتصور واريد تعبر عن شعور القصيده. حكيت القصيده كتبتها بعد ايام، لان المعاناه هاي مستحيل تطلع بيوم ويومين. رجعت دورت على الولد قالوا ماكو، ترك الجامعه الولد عنده ظروف وترك، وما سمح لحد الان، واتمنى يسمح، واتمنى لو توصل له يدخل لي خاص واعرف شنو وضعه هاي. كتبت قلت له اريد اغفى واتحلم حالي حال الناس، شو مسوى انكتل ليليه باحلامي، ترى مليه تفز عطشاني لي سنين، شو مسوي يا رب الناس مو شان الكتلت حسين، ولا انا اللي اكلت تفاحه ادم فوق، شاليه شنحرم بالدنيا من الذوق، اريد امشي بدرب ما بي بشر عدلين، دلوني على درب الموت، بلك الموت تفهمني، بلك القى هذاك اللي ياخذ الوادم واكلب بيه، واقول له شوقت تاخذني، هلبت وبطريق الموت احصل طارش من الله، واودي وياه رساله الدنيا توجعني، واريد الزم شكو مرتاح بالدنيا، واحطهم واقعد وياهم، وراويهم الضيم السوى بمتوني، واتعرين واطلع لهم مشاين عضت سنوني، وحاكيهم وبكيهم واتوسل وصيح صياح، يا هالوادم المرتاحين علموني اريد ارتاح، اريد اوقف مثل كماك الضصفاح، اريد افتهم هذا الحزن شنه يريد، من بطن ام للدنيا رفس بيه، اظن هذا الحزن تومي واظن هالعافيه متيها، يا رب دليها برسومي، يا رب قللها تلقى انسان نازع لك هدومه وبيها هاليومي، يا رب دلينا وين نعيش، بسطنا بحلك كل سوق ما حصلنا كلمة بير.